ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، ازيكم يا رجالة، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا كويسين. لو انتوا اول مرة تشتركوا في القناة اشتركوا وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو عجبك فكرة الفيديو دوس زر اللايك عشان ده بيدعمنا جدا ان احنا ننزل فيديوهات اكتر واكتر. الفيديو ده انا عامله نصيحة. تمام. لاني لما باجي بلعب في الرانك قابل ناس كتير الاقيهم بتفاجئ بيهم ان هم ما بيقروش التحديثات. النهارده طبعا نزل تحديث جديد. تمام. تحديث جاجا اللي هو بتاريخ 5/8/2026. تمام. فانت المفروض تحديث زي ده او اي تحديث عموما لازم يا جماعه تقروا التحديثات، لازم تكون عارف اللي بيحصل حواليك. ما ينفعش تحديث ينزل وانت تطنش او ما تقراش. تمام. تيجي تتفاجئ ان انت داخل ببطلك تلعب عادي الدنيا مية مية، برضه حاسس ان انت مش مأدي، تخسر الدور مش عارف ايه، وبطلك ده ممكن يكون واخد نيرف. تمام. او ممكن يكون واخد بوف، الله اعلم بقى. فيا جماعه قرايه التحديثات دي مهمه جدا. يعني انا فاكر في مره والله كنت كان في حد بيلعب معايا مش فاكر اختار ايه. قلت له يا ابني انت مش عارف يا ابني ده خد نيرف في كذا وكذا وكذا، البطل هو بيلعب بيه. فقال لي ايه ده؟ تصدق انا ما اعرفش امتى حصل الكلام ده. هو فعلا خد نيرف. اللي هو إيه يا ابني، المفروض تقرا التحديثات لان ده هيغير قراراتك، وهيغير اختيارك للابطال. التحديث ده بيغير كل حاجه غالبا، فاهم؟ خصوصا لو تحديث كبير. يعني تحديث كبير يعني كذا بطل اتعدل يعني. وفي ناس اصلا يعني ممكن، يعني انت مثلا ممكن تكون في دور. تمام. واحد يعني في تيمك انت اخترت بطل، واحد في تيمك قال لك ده البطل بتاعك ده خد نيرف. فانت تقول له انا ايه ده فعلا انا مش عارف هو امتى خد نيرف والكلام ده. فيروح على طول هو يجي في دماغه رساله، يعني انت طبعا انت بتعرف تعمل كل حاجه، أنا مش قصدي حاجه، بس يجي في دماغه رساله ايه ده ما بيقراش تحديثات، ده منوب، ده اصلا مش عارف حاجه في اللعبه. فاهم؟ وممكن مثلا لو انت نفترض يعني ان انت في الحاله دي كنت رامي وهو ده اللي كان بيكلمك كان تجوال، ممكن ده ياثر عليك في الدور، ممكن ما يجيلكش خالص، ما يعبركش. انت متخيل؟ وده ممكن يخسرك الدور عشان بس فاكرك منوب، عشان انت ما قريتش التحديثات. طبعا هو ده احتمال انه يحصل مش كبير، ولكن ممكن، ليه لا، ممكن. وبعدين موقف مش حلو يعني. طيب هتقول لي طب انا ازاي اقرا التحديثات؟ ببساطه عندك طريقتين تقرا بيهم التحديثات. يا اما تدخل على خانه الابطال. تمام. وتلاقي كلمه التعديلات فوق اهي، تمام، فوق على الشمال، وحتى هتلاقي فيها لو انت لسه ما دخلتهاش او لو لسه اول مره تشوفها، فهتلاقي جنبها كلمه نيو فوقيها كده بالاخضر، نيو او جديد. تمام. هتدوس عليها هنا اهي، طبعا دي التحديثات الحاليه، يعني انا بتكلم عموما. هتلاقي هنا دي التحديثات اللي لسه نازله. ولو عايز تشوف التحديثات اللي قبل كده تشوف مثلا اهي، دي التحديثات اللي قبليها، ودي التحديثات اللي قبلها. فاهم قصدي؟ او طب في طريقه تانية، في ان انت تدخل على اخر خانه خالص. تمام. اخر خانه خالص اهي، ده هو اصلا بيجيب لك على طول على تحديثات النسخه. تشوف هنا بقى دي افضل كمان. تحديثات النسخه دي افضل تقرا فيها، ليه؟ لان بيبقى فيها كل حاجه. يعني اللي هي بتاعت الابطال دي ما بيبقاش فيها غير الابطال بس، وحتى البطل اللي بيبقى معدل ما بتبقاش موجوده فيها. يعني هنا في كاجا اهو، اول حاجه اهو، البطل المعدل كاجا. بعد كده تعديلات الابطال نوفاريا وغيرها، فاهم؟ واصلاحات الخلل. هنا في كل حاجه بقى، كل حاجه بتحصل في التحديث تقراها على راحتك. طب انت واحد هتقول لي انا ما بحبش القرايه، او انا بكسل، او انا بقرا يا عم وكل حاجه بس ما بفهمش التحديث، ما بفهمش اللي هم عايزينه. ساعتها حلك بسيط جدا. روح على اليوتيوب او روح على الفيسبوك او روح في اي حته واكتب التحديثات الجديده في لعبه موبايل ليجند، بس هتظهر لك فيديوهات، وهتظهر لك فيديوهات بالعربي وبالاجنبي. الاجنبي يعني لو انت لسه التحديث نازل فورا غالبا هتلاقي الاجنبي هو اللي بينزل الاول، يعني فاهم؟ بس العربي ما بيتاخرش، وهتلاقي كل حاجه وكل اللي انت عايزه. تمام. وانا من الناس اللي بتقرا التحديث وبتشوف كمان فيديوهات، ليه؟ عشان ممكن اللي بيشرح الفيديو ده يقول لك حاجه انت ما جاتش في بالك او يقول لك حاجه مستقبليه مثلا مبني على التحديث ده. انت فاهم قصدي؟ فيا جماعه دي نصيحه، وبما ان الواحد يعني الحمد لله يعني عامل قناه وكده فيقولها للناس. والله نصيحة مهمة جدا، وفي ناس كتير بتستصغرها ولكنها مهمة جدا. اقروا تحديثات، وخصوصا الكبير منها. يعني التحديث اللي احنا فيه ده يعتبر مش كبير قوي، يعني كان بطل اللي تعدل حاجات بسيطة، لكن عموما بالذات في تحديث اول سيزون اقرا التحديث. لان ده التحديث ده بيخلي ابطال ميتا ينزلوا، بيخلي ابطال ما كانش بيتلعب بيهم يبدا يتلعب بيهم، ممكن يطلعوا للميتا وهكذا. فاهمين قصدي؟ فمهم مهم مهم جدا جدا جدا. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. لو انت لسه ما اشتركتش في القناه اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو عجبك الفيديو دوس زر اللايك عشان ده بيدعمنا جدا. وصلي على الحبيب عشان قلبك يطيب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.